خلينا نقول ان الفيديو ده هو مراجعة قبل الامتحان لمباراة الاهلي وبيراميدز، ومراجعة الامتحان السابق في مباراة الاهلي وفاركو. خلينا نتكلم بقى شوية كلام كورة ونتكة كده على الصبر، وبعيدا عن الصياح وبعيدا عن النرفزة وبعيدا عن العصبية. دايما انا بتكلم بقول ان الاهلي عنده مشكله في اللعيبه، وفي مشكله كبيره في مجلس الاداره، ان انت ما بتجيبش تدعيمات، ما بتجيبش صفقات، ما عندكش لجنه تعاقدات محترمه، ما عندكش فريق سكاوتنج كويس، ان انت تعرف تجيب لعيبه خامتها كويسه تخدم النادي الاهلي وتخدم بطولاته. وكده كده احنا باللعيبه الكسر بناخد دوري ابطال افريقيا وبناخد الدوري وبناخد السوبر، فاللي هو بالنسبه للاداره عادي. مش عارفين ان في جماهير بيتحرق دمها، وان احنا بنبقى محتاجين نشوف الاهلي احسن، ومحتاجين الاهلي بيلعب كرة حلوة، محتاجين الاهلي بيبقى بيكسب سكور. فدي نقطة فيها ميسنج يعني ما بين الادارة وما بين الجماهير. النقطة التانية، الادارة بتحمي اللعيبة بزيادة قوي وبتعاقب الجماهير، وده بان في تصرف محمد رمضان مثلا لما الاستاذ كهربا، يلا بقى ربنا يمسيه بالخير، بيقول اللعيبة ايه ما تروحوش تحتفلوا مع الجمهور، ويروح محمد رمضان يلا يلا يلا. فباين قوي اللي هو ايه، الاهلي لا يدار من المدرجات. انا متفق تماما ان الاهلي لا يدار من المدرجات، بس اللي مش متفق معاه نهائي ومش قادر اتقبله ان ما يبقاش الجماهير بتقول الصح وانت ما بتسمع لهاش وبتعمل في دماغك. دي يعني ايه، نقطتين كده لازم يبقوا واضحين. انت ماشي كده والجمهور ماشي كده، والجمهور هو اللي ماشي في الطريق الصح مش انت. الجمهور ماشي يمين انت ماشي شمال. ماتش الاهلي واللي بوسه، الاهلي وفاركو، كان ماتش اكبر غلطه فيه واكبر خطا فيه هو مارسيل كولر. يعني في لوم على اللعيبه وفي لوم على الاداره اتكلمنا فيه، لكن الغلطه الكبيره كانت مارسيل كولر. مارسيل كولر اللي بيفتي وبيتفنن في حرق دم الجماهير وما بيلعبش السهل. انا واحد من الناس، انا حتى طول ما انا ايام ما كنت بلعب كوره كان بالنسبه لي اللي هو ايه، العب السهل، باصي للي جنبك، شوط طالما زاويه الشوط مفتوحه، مضغوط عليك رجع الكره لورا، واعمل البيلد اب دايما لقدام. مارسيل كولر الماتش اللي فات ده كان يعني ايه، سمك لبن تمر هندي. انا عندي في الملعب محمد هاني، وعندي كريم الدبيس، وعندي عمر كمال عبد الواحد، ودي بالنسبه لي كانت هي المشكله. يعني هما الثلاثه دول اكبر مشكله. وبيلعب بامام عاشور مهاجم تقريبا، وبيلعب بقفشه وياسر ابراهيم ورامي ربيعه والشناوي. الطبيعي وانا بقول لك الاسامي دي، ومروان عطيه في خط الوسط، وانا بقول لك الاسامي دي طبيعي التفكير بتاعك هيبقى مثلا ايه، محمد هاني هلعبه باك يمين، وهلعب كريم الدبيس باك شمال، وهلعب حسين الشحات جناح شمال، وهلعب عمر كمال جناح يمين، وهلعب بالثلاثه بتوعي في خط الوسط، قفشه جنبه، قفشه على اليمين، امام على الشمال، وتحتهم هلعب بمروان عطيه، وكفى الله المؤمنين شر القتال، وخلاص وهمشي دنيتي. طيب هتقول لي طب ما هو المهاجم حسين يبقى يميل، هلعب بمهاجم وهمي، لكن مش هلعب بكريم ندف، ومش هلعب كريم الدبيس جناح شمال، واجيب حسين الشحات جناح يمين عشان ما يبقاش على عدلته، ومش هلعب محمد هاني باك يمين، ولا هلعب امام عاشور مهاجم، ومش هلعب بندف، وانا عندي السوليه قاعد بره. فانا مش عارف هو دماغه كان فيها ايه. اللعيبه لا مش حافظين مكان بعض، مش عارفين يلاقوا بعض، مفيش سلم مستلم، مفيش فك، مفيش هجمه. انا ممكن يبقى لعيب كوره كويس جدا جدا، بس هو مش في مركزه، او هو يقدر يلعب في المركز ده بس مش متعود عليه، مش فاهم اللعيبه اللي حواليه، فمش بيلاقوا بعض. فاللي حصل في الماتش ان احنا شفنا عبث رهيب، يعني عبث كروي، اللي هو كل حاجه بتتعمل غلط، مراكز غلط، دفاع غلط، هجوم غلط، مفيش جمله، مفيش فك، مفيش اي حاجه. انت بلا شيء، انت بتلعب ماتش بلا هدف وبلا نتيجه وبلا اي حاجه، وعشان كده النتيجه طلعت 1-1. ده كويس انها طلعت 1-1، يعني كويس ان الاهلي ما اتغلب. الشناوي قبل كده انا اتكلمت عليه ونصحته، وناس كتير من الجماهير زعلت مني. انا كده ما بيشوفنيش ناس كتير يعني، بس الناس اللي بتتفرج بيزعلوا ان انا بخبط في الشناوي. نفس الغلطه بتاعه جون اورلاندو بايرت. الكره صعبه، انا مش معترض، يعني انا مش معترض ان الكره صعبه، بس خطوه لورا. يعني انت بتاخد خطوه لقدام، لا هي خطوه لورا وبعد كده خطوه شمال. يعني انت خليك على خط المرمى، خد خطوه شمال وطير بايد واحده، هيبقى جسمك اخف، بدل ما تعمل كده وتبقى عوج ايديك ليه. هتحط صوابعك فيه يمكن يا اخي تطلع. لكن احنا عندنا حارس مرمى مفتقد لاساسيات حراسه المرمى، يعني حارس المرمى بتاعنا هو مفتقد لاساسيات حراسه المرمى، فما تدورش بقى ورا. بيجي بعد كده عندنا الجزئيه اللي دايما بتكلم معاكم فيها، وهي جزئيه تمارين التصويب. انا برضو وهفضل كده طول ما الاهلي بيحصل فيه كده. يعني زهير المترجي الماتش اللي فات جات له كوره
كوره واحده شاطها تك ترك جول. وده الطبيعي اصلا من لعيبه الكوره اللي بتقبض 50,000 جنيه في الشهر. يعني مش هقول لك اللي بيقبض بقى مليون ولا 2 مليون ولا 5 مليون زي لعيبه الاهلي، اللي بيقبض 50,000 جنيه في الشهر. انت واحد حياتك كلها هي اللعب. المفروض ان في ساعه ولا نص ساعه في التمرين انا بتدرب على الشوط من كل الزوايا وكل اللعيبه. يعني مش لعيب، مش المهاجم بس ولا الاجنحه بس، لا ده المهاجمين والاجنحه وخط الوسط ومدافعين وحارس المرمى. انا عندي حارس مرمى ما بيعرفش يباصي اصلا. نص الكور اللي بيشوطها سواء ايد ورجل ولا بيشوطها برجله بره في الاول او من الجول للجول. فاحنا محتاجين الجزئيه دي نشوف لها حل، نجيب مدرب بيعمل ده. انا مثلا موسيماني كان معاه محللين وكان معاه محلل نفسي ومحلل اداء ومش عارف مين. كولر برضو اول ما جه كان معاه مش عارف 2 3 وبتاع، وبعد كده مفيش الكلام ده. لا في محلل اداء ولا في حد بيفهم كوره ولا في حد بيعرف يتكلم كوره، وقناه النادي بتطبل انت فاهم، ويقول لك ايه شوبير اصل احنا اختيار الصفقات. هو اي حد يجي يلعب في النادي الاهلي؟ باشا انت عندك يوسف ايمن جه لعب في النادي الاهلي 6 شهور ما لعبش غير ماتش، والماتش اللي لعبه طلعته بعد تلت ساعه لانه تسبب في جول. يا بابا انت بتجيبه اي حد بيلعب في النادي الاهلي، اي حد بيلعب في النادي الاهلي. واحد زي موديست ده منتهي اكلينيكيا وخد مليون دولار ولا مليون يورو وقعد سنه موسم كامل جاي عمل اسيست وجاب جونين. بتجيبوا اي حد يلعب في الاهلي. نيجي برضو نتكلم على النقطه بتاعه اللعيبه اللي مشيت من النادي وعلى راسهم احمد عبد القادر، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد عبد المنعم. انت عمال بتفرط في الاسيتس بتاعتك. يعني المشكله ان انت احمد عبد القادر لما مشيته انت مشيه هو كويس. يعني احمد عبد القادر مثلا لعب في الاهلي سنتين، لعب منهم 6 شهور كويس، بعد كده سنه وحش. ال6 شهور ولا اخر 3 شهور هو لعبهم بعد ما اتصالح مع كولر، لا الولا فارق وبينزل يجيب اجوان وبيهدف وبيهدد، وبس محتاج حد محترم يضغط عليه يقول له يا ابني باصي، قول له رقص طرقستين وباص. مش لازم ترقص 6 طرقصات، هم طرقستين بس وباص. بس ازاي؟ مفيش حد بيتكلم. يلا ايه 500,000 دولار يلا طير، هو ريحنا نفسنا من اللعيب. طب جيب لي مكانه، جيب لي واحد حتى مصري محلي مكانه، طلع لي حد من الناشئين مكانه. لا مفيش، هو كده ما تجيش عشان مفيش، هو كده، هو ده اللي عندنا. ده غير طبعا ان انت مطلع بيرسي تاو. كده بيرسي تاو ما كانش ليه لازمه، يعني كان المفروض يمشي من سنه فاتت من بعد الاصابه اللي اتصابها مع منتخب جنوب افريقيا. وطلعت محمد شريف، برضو محمد شريف في اخر فتره يعني كان اداؤه زي الزفت وارقامه في الدوري السعودي ولا حاجه. فدي ناس كانت صح انها تمشي من بدري معاهم كهربا. لكن اللي ما كانش صح ان انت تمشيه حتى لو هتقعده احتياطي كان واحد زي ايمن اشرف. انت دلوقتي عندك مين احتياطي دفاع؟ ما عندكش. خالد عبد الفتاح، لا ايمن اشرف يعمل 15 واحد من خالد عبد الفتاح ده. وخالد عبد الفتاح ده مش باك يمين ولا باك شمال ولا لعيب كوره اصلا. فكان ايمن اشرف اولى ان هو يستنى، وعلى الاقل كان بيلعب باك شمال. يعني كان بيلعب مدافع وكان بيلعب باك شمال. الراجل شطلاوي بيلعب برجله الشمال، يعني هتحتاجه. وكلنا عارفين ان في نضره في لعيبه كره القدم اللي بيلعبوا برجلهم الشمال، عددهم قليل، وانت على الاقل في الفرقه محتاج 2، محتاج الباك الشمال، محتاج الجناح اليمين. طب ده كان بيلعب باك شمال وكان بيلعب معاك مدافع وكان بيروح منتخب وبتاع والواد كويس، فجاه انت غضبت عليه وقعدته واقعد يا ابني انت مش هتقوم تاني ويلا شكرا مع السلامه. ده استهبال برضه وغباء اداري. خلينا بقى دلوقتي نتكلم في الاحداث اللي حصلت بعد ماتش الاهلي. بعد ماتش الاهلي اتاكد غياب خلاص وسام ابو علي ان هو مش هيلحق ماتش بيراميدز بتاع النهارده. برضو اللي حصل ان الزمالك اتغلب من مودرن سبورت بنتيجه 1-0، فبقول لهم بالشفاء. وده ادالنا فرصه ان احنا لو قدرنا نفوز على بيراميدز النهارده وما تعادلناش، ان احنا نركب جدول الترتيب من تاني بعد ما ضيعنا 3 نقط سهلين. يعني هو 3 نقط سهلين عشان الفريق سهل، بس الماتش ما كانش سهل لان انت كنت مصعبه على نفسك. فيلا الحمد لله يعني. ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله في الماتش مع بيراميدز الساعه 7. واستنوني باذن الله في فيديو بعد المباراه على طول نتكلم كده عن اللي حصل ونشوف اللي هيحصل ايه، ونشوف كمان الصفقتين الجداد سواء مصطفى العش او اللي لسه مش عارف احفظ اسمه ده، لما نشوف المعلق هيقول اسمه ازاي النهارده في المباراه. يعني نتمنى ان هو يشارك، ونتمنى ان هي تكون صفقات ناجحه، ونتمنى ان احنا قبل يوم 30 يكون دخل حتى صفقتين، حتى كمان صفقتين بس كمان، يعني لغايه لما المستشفى اللي احنا فاتحينها للعيبه دي تقفل. اشوفكم على خير. انا اكرم مفتاح. ما تنسونيش من الشير واللايك والسبسكرايب والكومنتس. قولوا ايه رايكم في الكلام اللي احنا بنقوله في المحتوى اللي احنا بنقدمه. وما تنسوش طبعا الصلاة على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، والدعاء لأهلنا في غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي كل الدول العربية وفي كل بلاد المسلمين أجمعين. أشوفكم على خير. سلام عليكم.